السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل عشاق نادي النصر السعودي حوالين العالم. هتكلم معاكم النهاردة إن شاء الله بإذن الله عن صفقات نادي النصر السعودي الجديدة واللي هيتم الإعلان عنها إن شاء الله يمكن يوم 14 أغسطس بعد انتهاء انتخابات الإدارة في كل الأندية السعودية. ويمكن حصل كده عرف ما بين الأندية السعودية إن هم هيعلنوا عن صفقاتهم مرة واحدة بعد يوم 13 أو 14 أغسطس. لكن قبل أن نبدأ، ناس كتيرة جدا جدا في التعليقات بتهاجم ساديو ماني وبتطالب برحيل ساديو ماني، والحقيقة أن أنا إلى حد كبير معاكم حق. فعلا ساديو ماني مستواه هذه المرة مختلف وأقل من الطبيعي، وحركته على أرضية الملعب ثقيلة جدا جدا. إلا أن خيسوس مدرب نادي النصر الجديد أكد على أن ساديو ماني هيكون هو أفضل لاعب في النصر، هو وكريستيانو رونالدو في الموسم المقبل. ويمكن هو ضرب مثل على اللاعب رينان لودي اللي كان بيلعب في نادي الهلال، وأول ما استلم رينان لودي قعد حوالي نصف موسم 6 شهور كاملة بأداء كارثي، ولكن فوجئنا بعد كده ان رينان لودي من أهم لاعيبة نادي الهلال، وبالتالي خيسوس متمسك بساديو ماني وده ملف واتقفل. ناس كتيرة خلال تمرين نادي النصر امبارح في البرتغال شافوا ان كريستيانو رونالدو لابس قميص عليه رقم 9، مش لابس رقم 7. انا اراها سقطة ادارية، مع احترامي للجميع ومع احترامي لفكرة ان احنا ممكن يكون تدريبه كده وعادي ومش لازم يا عم يلبس قميص رقم 7. ولكن ناس كتيرة سألت هل يا ترى كريستيانو هيسيب رقمه لجواو فيليكس عشان هو برتغالي يعني زيه؟ ده مش هيحصل ابدا يا سعادة الباشا، مهما حصل عمر ده ما هيحصل تحت أي ظرف. تعالوا بقى نتكلم عن الصفقة الأولى، والصفقة الأولى هي من نادي أولمبيك مارسيليا، وهي لمهاجم إنجليزي من الطراز الرفيع وهو ماسون جرينود. وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن دور مباشر للنجم كريستيانو رونالدو في تحديد صفقة المهاجم الجديدة القادمة لنادي النصر وفي تطور جديد على مستوى تحركات النادي. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة النصر وضعت المهاجم الإنجليزي ماسون جرينود لاعب أولمبيك مارسيليا ضمن أولوياتها بعد إتمام التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس في مسعى لإعادة تشكيل التركيبة الهجومية للفريق بدعم مباشر من قائد المشروع الرياضي كريستيانو رونالدو. وأشارت أيضا الصحيفة إلى أنه يدرك رونالدو حاجة الفريق لاستعادة التوازن الهجومي والذي فقد في مراحل حاسمة من الموسم الماضي، ويرى أن جرينود قد يكون القطعة المناسبة ضمن منظومة هجومية أكثر ديناميكية تحت قيادة خيسوس وكريستيانو رونالدو. أيضا نادي النصر الآن يحاول مع صفقة جديدة وللاعب كوري جنوبي جديد، ويمكن اتكلمت معاكم قبل كده عن لاعب برضو كوري جنوبي وهو مدافع نادي بايرن ميونخ الألماني، وأنا بجيب لكم اسمه دلوقتي، وهو كيم من جاي وبشكل رسمي خارج يعني طلبات النصر. خلاص النصر أنهى التفاوض مع اللاعب ولا يريد اللاعب كيم من جاي مدافع بايرن ميونخ في هذا الصيف على أقل تقدير يعني. طيب مين اللاعب الثاني؟ هو اللاعب الكوري الجنوبي كانغ لي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو خيارا بديلا للبرتغالي برونو فرنانديز قائم مانشستر يونايتد حال فشل التعاقد معاه. وطبعا برونو فرنانديز خلاص بشكل رسمي مش عايز ينتقل للنصر وحر في النهاية. وقالت صحيفة اليوم السعودية أن النصر بدأ بالفعل التواصل مع كانج إلي لاعب باريس سان جيرمان للوصول إلى اتفاق يتيح له الانضمام إلى صفوف الفريق الأول من أجل سد الثغرات التي عانى منها الموسم الماضي، حيث كان هناك نقص واضح في مستوى الأداء في مركز الجناح الأيمن. وأشارت الصحيفة إلى أن خورخي خيسوس المدير الفني للنصر السعودي لديه خطط لتطوير الفريق ويأمل في الحصول على اللاعبين الذين يتفاوقون مع رؤيته. وكانت تقارير صحفية أيضا تحدثت عن اهتمام النصر بضم فرنانديز، ولكن طبعا فرنانديز فضل البقاء في أوروبا رغم أن مانشستر يونايتد مش عايز يجدد مع اللاعب. وعايز أقول لكم أن النصر عرض على برونو فرنانديز 200 مليون جنيه استرليني ورفض. أرزاق.
ويعد فرنانديز أحد أبرز لاعبي مانشستر يونايتد في المواسم الأخيرة، حيث يمتد عقده مع النادي حتى صيف 2027، ما يمنح إدارة النادي أفضلية كبيرة في الاحتفاظ بخدماته، مع التأكيد على أن أي قرار بشأن مستقبله سيكون مرهونا بموقفه الشخصي. أيضا من ضمن أخبار الانتقالات الخاصة بنادي النصر أن عدد كبير من التقارير الأسبانية النهاردة ربطت ما بين نادي النصر واللاعب البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو لاعب نادي سبورتنج لشبونة، لتضمنه لمواطنه كريستيانو رونالدو والوافد الجديد جواو فيليكس. والحقيقة أن منطقي أن فرانسيسكو ترينكاو يبقى من ضمن اللعيبة اللي هينضموا للنصر، لاعب برتغالي، ثقافة برتغالية، بيحب جدا كريستيانو رونالدو، مدربه كمان هيبقى برتغالي. ولكن طبعا الإشكالية دايما بتكون على طموحات اللعيبة وعلى المشروع النصراوي. أنا أشم رائحة أن المشروع النصراوي يعني داخل على مستوى جيد ومستوى ممتاز، ولكن كيف تستطيع أن توصل هذا لأندية زي سبورتنج لشبونة أو باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد؟ ولكن كل الصحف برضو للأمانة بتأكد أن إدارة سبورتنج لشبونة إلى الآن ترفض انتقال فرانسيسكو ترينكاو لاعبها، وتسعى لتقديم عقد جديد إلى ترينكاو لمنعه من الانتقال لصفوف دوري روشن، وهم طبعا من حقهم طبعا بكل تأكيد. عايز أقول لكم تمكن نادي سبورتنج لشبونة من التعاقد مع ترينكاو صاحب 25 عاما قادما من صفوف برشلونة الأسباني عبر صفقة إعارة تحولت فيما بعد الانتقال دائم، وحتى الآن تمكن اللاعب من خوض 155 مباراة بقميص سبورتنج لشبونة بشتى البطولات المحلية والقارية، وسجل 34 هدف وصنع 33 تمريرة حاسمة، وكل التوفيق لكل اللعيبة. أيضا ذكرت تقارير صحفية النهاردة أن نادي النصر مهتم بالنجم الإنجليزي ماسون جرينوود نجم نادي مارسيليا، ويمكن أنا كلمتكم من شوية عن ماسون جرينوود تقريبا كلمتكم. ولكن طبعا هنا الخبر الجديد ان كريستيانو رونالدو تواصل مع اللاعب نفسه وحاول يقنع اللاعب. انتوا عارفين ان الصفقات دايما بتكون مش هي جملتين وخلاص، لا، النادي بيبعت الاول استفسار شفهي، هل عندكم استعداد تبيعوا اللاعب؟ هم بيقولوا ولكن لو كان العرض مناسب. طبعا اضافة الى العرض ان كريستيانو بنفسه يتكلم مع اللاعب، طبعا ده انت بتتكلم عن التاريخ بنفسه هو اللي بيكلم اللاعب عشان يوقع مع نادي النصر. على اي حال اشكركم على حسن المتابعة، ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لنادي النصر في صفقاته المقبلة باذن الله ان شاء الله، ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.